عايز اقول بس معلومه مش هنعلق عليها، يعني نقولها ونعدي. محمد خان للي ما يعرفش فضل بياخد تصريح للاخراج السينمائي لغايه قبل ما يموت بسنتين او بثلاث سنين. خد الجنسيه المصريه وهو مصري، او افلامه زي ما قال الاستاذ محمود قبل ما يموت بسنه، وعمل فرح على الفيسبوك وتصور مع العلم المصري والبطاقه حطها على الفيسبوك. اتفضل. قال لي فانا بهنيه في التليفون، عارف انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ قلت له ايه؟ قال لي عايز اعيد افلامي تاني وانا معايا الجنسيه. ده محمد خان. فكانت مراره محمد خان انه جوه مصر وعامل كل الافلام دي وبياخد تصريح اخراج من نقابه السينمائيين. وبنته نادين كانت بتدفع مصاريف في معهد السينما كاجنبيه، كانت بتدفع بالدولار انه ابوها مش مصري. شيء قاسي جدا، لانه اللي عمل كل هذا هذه الفنان الافلام العظيم اللي خلد مصر وخلد القاهره. في مهرجان في باريس بيختار مخرجو المدن، فاختاروا محمد خان ممثل للقاهره. محمد خان بالمناسبه ليس له شارع باسمه في القاهره.